تخيل في يوم ان جسمك كله بيوجعك، كل عضلة وكل مفصل وكل نقطة فيك بتصرخ من الألم، لكن تروح تعمل أشعة وتحليل وكل حاجة تطلع طبيعية. تفتكر الناس بتبالغ ولا في مرض بيعمل كل ده من غير سبب؟ السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده ان شاء الله هقول لك معلومه في السريع. المرض ده اسمه الفايبروماليجيا، او زي ما بيتقال عليه متلازمه الالم العضلي الليفي. مرض غامض حير الاطباء سنين طويله، وبيخلي المريض يعيش في وجع حقيقي ومن غير سبب. في الفيديو ده هنعرف ايه هو المرض وليه بيحصل وازاي نفرقه عن امراض تانية، واهم حاجه ازاي تتعامل معاه وتخف من اعراضه. الفايبروماليجيا مش مرض في العضلات نفسها، لكن في طريقة المخ والجهاز العصبي في التعامل مع الألم. يعني ببساطة المخ بيفسر إشارات بشكل غلط، فبيخلي الإحساس بالألم أقوى كتير من الطبيعي. أبسط حاجة زي لمسة خفيفة أو مجهود بسيط بتحس بوجع رهيب في كل الجسم. تعالوا نعرف الأسباب والعوامل. العلم لسه مش عارف سبب محدد، لكن في عوامل بتزود فرص الإصابة، زي الضغط النفسي والعصبي المستمر، قلة النوم، والعدوى الفيروسية أو البكتيرية. تالت حاجة هي العامل الوراثي، وكمان اضطرابات الهرمونات زي انخفاض السيروتونين وكمان الدوبامين. تعالوا نعرف اهم اعراضه. دي اكتر حاجة بتلخبط الاطباء، لان اعراضها شبه اعراض امراض تانية كتير، زي الالم المنتشر في الجسم كله بدون سبب واضح، تعب مستمر حتى بعد النوم، وكمان الصداع المزمن، نغزات ودايما موجودة في الاطراف، نسيان وصعوبة في التركيز، واحيانا بيحصل اكتئاب او كمان توتر. اللي بيعاني من الفايبروماليجيا بيبقى حاسس ان هو مكسر طول الوقت، او جسمه مش بيتجاوب معاه والناس حواليه فاكرين ان هو بيمثل. تعالوا نعرف الفرق بينها وبين الامراض التانية. في ناس كتير بتتلخبط بينها وبين التهاب الاعصاب وكمان الروماتويد، لكن الفرق ان التحاليل في الفايبروماليجيا بتطلع سليمة ومفيش التهاب فعلي او تلف في المفاصل. الموضوع كله في طريقة استقبال المخ للألم. تعالوا نتكلم عن اهم نقطة وهي العلاج. مفيش علاج نهائي، بس في طرق كتير بتساعد المريض ان هو يعيش طبيعي. العلاج بيكون على 3 مراحل. اول حاجة هي الادوية، مضادات الاكتئاب زي السيمبالدا وكمان الاميتريبتيلين، ادويه الاعصاب زي الجابابنتين وكمان الليريكا، وكمان بنلجأ للمسكنات البسيطه لو الالم متوسط. تاني حاجه هنتكلم عنها هي المكملات الغذائيه، فيتامين دي وفيتامين بي كومبلكس وكمان المغنيسيوم مهمين جدا، وكمان مكملات بتساعد على النوم والاسترخاء زي الاوميجا 3 وكمان الميلاتونين. تالت حاجه هنتكلم عنها هي اسلوب الحياه، النوم الكافي والرياضه الخفيفه وكمان تجنب التوتر، ولازم من الاكل الصحي. تعالوا بقى نتكلم عن الجانب النفسي. الفايبروماليجيا مش وهم، لكن الحاله النفسيه بتأثر عليها جدا. يعني المريض لو قلقان او مكتئب الألم بيزيد، عشان كده الدعم النفسي والعلاج السلوكي مهم جدا. لو بتحس دايما ان جسمك مكسر ودايما فيه ألم بس متأكد ان تحاليلك سليمة، ما تستهونش وارجع لطبيب متخصص. الفايبروماليجيا مش ضعف ولا كسل، هي حالة طبية حقيقية بتحتاج فهم وتعامل صح. ابدأ خطوة بخطوة وغير اسلوب حياتك، وافتكر ان العلاج دايما مش حباية وخلاص، اوقات بيكون راحة نفسية ونوم كويس وكمان راحة بال. الفايبروماليجيا ممكن تكون لغز، لكن الحل مش مستحيل. كل ما تفهم جسمك اكتر تقدر تتحكم في الألم وتعيش حياة طبيعية. خليك دايما فاكر ان الوجع مش دايم، لكن الامل دايم طول ما في وعي وكمان فهم. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وهرد عليك. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.